السلام عليكم متابعين مصر زمان. الفيديو ده عن الفنان عمر الجزاوي. برنارد شو السعيد شارل شيبلن العرب، الفنان الذي لم يأخذ حقه في الشهرة والتقدير. ربما اشتهرت مونولوجاته أكتر منه. فمن منا لا يذكر اتفضل قهوة، معايا الفكك والفكوك، عطشان تعال اشرب، والعرجسوس. ممثل كوميدي ومونولوجيست ظهر بخمسينات القرن الماضي مع بداية عصر الفن بالزمن الجميل. الرجل الذي جاء من جنوب الصعيد للقاهرة بالجلباب والعمامة الملفوفة بطريقة كوميدية ويغني بلسان معوج حتى ذاع صيته وشهرته بالوسط الفني، وتربى على عرش الكوميديا في جيله، ووصل به المطاف إلى إحياء فرح الرئيس الراحل محمد أنور السادات. هو الرجل الصعيدي الأصيل العاشق لتراب وطنه، فكان رجلا وطنيا من الطراز الأول عندما تغنى بالأغاني الحماسية ضد العدوان الثلاثي، وهو صاحب المبدأ عندما حصرته الملكية بتهمة الشيوعية لرفض الغناء والمديح لجلالة الملك. إنه الفنان عمر الجزاوي. اسمه الحقيقي هو عمر سيد سالم، وشهرته عمر الجزاوي. ولد في 24 ديسمبر عام 1917 في أسيوط. بدأ تعليمه في كتاب قرية أبو تيج بأسيوط، وتعلم منه قراءة القرآن. لم يكمل الجزاوي تعليمه، فقد قرأ في الكتاب، لكنه حب العمل مع والده. وعندما كان يشارك العمال رفع الأسمنت على السقالة كان يغني وسمعه أحد المجاولين، فطلب مشاركته في إحياء حفل زفاف بنته، لينطلق بعدها في كل أفراح المنطقة ومنها لمناطق أخرى قريبة، حتى وصل إلى فرح جيهان السادات على أنور السادات، ومن الفرح إلى عالم السينما، حيث أصبح أحد ثلاثي الراحمية قبلي. وأصبح الفنان الكوميديان الجزاوي متربعا على عرش الكوميديا، وكان المطرب الشعبي المحبوب، وعمل في الأفراح والملاهي الليلية، حتى صار مصدر سعادة لقلوب الجماهير العريضة، مش بس للشعب المصري فقط بل والوطن العربي أيضا. لحبه للسيدات تزوج 10 مرات، فتزوج أول مرة وأنجب 4 بنات، وسماهم فرفش وأسرار وتحفة وجلاء، و3 أولاد الجزاوي وعمار ومصطفى. ثم تزوج من الراقصة اللبنانية أنوار حسين وأنجب منها معين. حيث أن الجزاوي الذي اشتهر ببساطته بجلبابه الصعيدي وعمامته لم تقف شهرته في الوطن العربي فقط، حتى سافر إلى معظم دول العالم بفرقته، وعرض على مسارح إيطاليا وباريس. ولأنه حقق نجاح كبير في فرنسا طبعوا صورته على علب الكبريت. وأضاف عمر الجزاوي: تزوجت خواجايا من هناك، فتاة جميلة أعجبت بي وبغنائي، كانت تحضر كل يوم إلى المسرح لرؤيتي. بالرغم من شهرته لكنه لم ينسى أبدا أنه رجل صعيديا وطنيا أصيلا ومع الثورة. فلما جاء العدوان الثلاثي ومن بعده النكسة وحرب الاستنزاف شارك في حفلات المجهود الحربي، حيث تغنى الجزاوي للكثير من الشعراء الكبار من أمثال مصطفى الطاير وحسيب غباشي، وأيضا عبد الرحمن الأبنودي الذي كتب له أغنية نادرة اسمها البندقية لحنها حسن نشأت. قصة عودته للحياة بعد الموت عند تشريحه، موت دكتور التشريح نتيجة الصدمة. فقد كان الجزاوي يجلس بجوار سائقه الخاص في سيارته وهم عائدون من سهرة ريفية، وإذا بالسيارة تنحرف وتغطس في الترعة، وينجو السائق الذي قفز، وتستقر السيارة لمدة 13 ساعة في بطن الترعة حتى جاءت الشرطة والإسعاف ونقلت الجزاوي ميتا إلى المشرحة. وعندما جاء الطبيب ليمارس عمله في تشريح الجثة فوجئ بعمر ينتفض جالسا ليصاب الطبيب بصدمة أودت بحياته. وعاش الجزاوي سنوات بعد تلك الواقعة، لكن أغنية شادية الوطنية التي ادعى إنها سرقتها هي التي أودت بحياته. فعندما اضطرت ظروف الحرب العالمية الأولى وتداعياتها الجزاوي ترك أسيوط ورحل للقاهرة، وذهب بقدمه إلى زفاف أنور السادات. لكن البوليس السياسي الذي كان يتابع نجاحه وسخريته من الملك فاروق، بالإضافة إلى أنه رفض الغناء في مدح الملك، لذلك ذهب إليه البوليس السياسي بدل المرة 100 مرة،
حتى أصبح الرجل المطارد بتهمة الشيوعية، أصبح رجل مطارد بتهمة لا يعرف عنها شيء، لا سوى أنه رفض أنه يمدح الملك في مونولوجاته، بالرغم من أنه رجلا صعيديا بسيطا في أسلوبه وملابسه في ارتداء الجلباب. وإذ كان قد استطاع أن يهرب من شبح الفقر ويسكن في فيلا ويركب سيارة، فإنه لم يستطيع أن يهرب من كلاب السلطة، فقرر أن يعتزل الغناء والتمثيل ويجلس في بيته بعد أن قدم أول أفلامه السينمائية. ولم يصبر الجزاوي كثيرا، فقد أنقذته ثورة يوليو من عزلته بعد أن عزلت فاروق وحاشيته، ليعود عمر ويصبح أحد رجاله ومناصريها الأشداء. كان الجزاوي قد تم تكريمه من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكرمه أيضا الرئيس محمد أنور السادات. أصيب بجلطة أودت بحياته بسبب عبد الوهاب، فكان ما أفجأ الجزاوي وأصابه بجلطة هو شهادة محمد عبد الوهاب في قضية سرقة شادية لأغنيته، والذي قال فيها عبد الوهاب إنه تعود على اقتباس جمل لحنية كاملة ونسبها لنفسه. رأى إن يلي من البحيرة ويلي من آخر الصعيد مجرد نداء زي يا أيها الناس، لا يمكن نسبته لأحد. وهذه الشهادة أصابت الجزاوي بالاكتئاب والجلطة التي أدت إلى شلل أقعده حتى يوم وفاته في 22 أبريل عام 1983. رحم الله الفنان القدير عمر الجزاوي.